السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. اتمنى لو عجبكم الفيديو تدوسولي لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهارده يا حبايبي هنفرز مع بعض الفراولة. بصوا كده الفراولة جميلة وحمرة وسليمة، اهم شيء تكون سليمة عشان تعيش معانا. كده نضفناها الفراولة. واحب اقول لكم على حاجة بس عشان ما قلتهاش في اول الفيديو، نجيب الفراولية الطويلة شوية ديت بتبقى حلوة في العصير وتبقى حمرة وبتبقى تقيلة، لما تضربي كمية صغيرة بتبقى تقيلة، ما بتحتاجش بنجر بقى ولا حاجة. وانا خدت اللي فيها خبطة فيها، يعني الفراولة انتوا عارفين فاكهة يعني ما بتستحملش، نقط اللي فيها خبطة حاجة نعملها عصير. وهنا بقى بصوا اهم شيء تغسلوا الفراولة كويس وتصفوها. وبعد ما تصفوها بصوا انا حطيت قماشة قطن على صينية وفردتها عشان تنشف خالص من المية. اهم شيء ما يبقاش فيها مية خالص. وبعد ما نشفت خالص من المية هنعبيها كده في الاكياس زي ما انتوا شايفين، ونطلع منها الهواء ونربط الكيس ونبحبح الربط عشان نعرف نفرد الفراولة في الكيس عشان ما ياخدش معانا مكان. وكل واحد بقى يعبي الكيس على حسب اسرته، كتير شوية كده. بنساوي الفراولة في الكيس وكده عبينا كمية الفراولة كلها. وهنا بقى هنعمل الحبة اللي احنا نقضناهم عصير. حطينا الفراولة وحطينا السكر والمية بقى حسب الرغبة، يعني مية كتير مية شوية، حبة خفيفة زودي المية، حبها تقيلة قللي المية. كده كانت مظبوطة. بصوا بنضرب هنا الفراولة حمرا وحلوة ازاي، عشان في فراولة للعصير وفي فراولة للأكل. بتاعة الأكل دي الفراولية المدورة بتبقى دي مسكرة. وكده تمنا العصير. أسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.